السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه؟ النهارده اول يوم في رمضان هنعمل محشي، بس محشي نوع واحد بس. هنسلق الاول اللحمه ماشي، وبعد كده نعمل محشي. انا عندي هنا كيلو لحمه اهو، حاطه ميه بتغلي ماشي. عندي بصل وطماطم وجزر هحطهم مع بعض في الميه، وعندي هنا حبهان ورق لورا حطهم برضو مع بعض يتسلقوا يظبطوا مع بعض. حط اللحمه، كيلو لحمه ملبسه، بس ما شاء الله جميله. كل سنه طيبين، رمضان كريم. وهعمل هعمل شوربه، بس شوربه طماطم، مش هعمل لا لسان عصفور ولا شوربه خضار، هعمل شوربه طماطم نعملها مع بعضينا. هنعمل شوربه الطماطم مع بعضينا. بصوا انا هنا عندي حلقه اهي، دي الطماطم. الطماطم دي بقى عباره عن ايه؟ طماطم، كام حبايه طماطم كده، احطهم كده او يتفتحوا مفيش مشكله عادي يعني، مش هتفرق. دي شوربه الطماطم ماشي يعني. طبعا انا غسلاها وشايله من هنا شوربه الطماطم. وعندي بصلايه طبعا معاها اهي اهي، جزرايه مقطعيها ماشي اهي. كل ده هيتحط على النار زي شوربه العدس بالظبط، تتغلي كلها وتتضرب في الخلاط وتبقى شوربه. دي جزر وطماطم، عباره عن جزر وطماطم وبصل. كرفس، اهم حاجه في شوربه الطماطم ده كرفس اهو. الكرفس هو اللي بيحليها اهي. الكرفس هو اللي بيخليها ممتازه وجميله. نحطها على النار بس كده تمام. بص عندي ميه عادي جدا، عادي هتتعمل بميه عاديه جدا اهي عشان تتسلق. وبعد كده لما تضرب في الخلاط وتحط شوربه اهي، تحطها على النار بس مع نفسها بقى براحتها. طبعا انا هنا سلقه الكرنب ومقطعاه عشان بس ما اخدش من وقته كتير، وقطعته. وهنا انا ايه عامله تسبيكه المحشي طبعا عاملاها اهي ما شاء الله، حمرا جميله اهي 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 يا بنات ماشي. وعندي الرز برضو مجهزاه مغسول، متنقل ومغسول وصفيته على اساس ما يبقاش فيه ايه ميه خالص، مصفياه حطيتهم على بعض. واحط ايه التسبيكه بتاعت المحشي عليها اهي اهي. دي طبعا لما بتفضل عندي بشيلها في التلاجة. تسبيكه المحشي دي بحطها في التلاجة، بتنفعني بصراحه يا بنات، بس عشان تبقى حمرا وجميله كده. بس هعمل كرنب بس، مش هعمل حاجه تاني عشان ايه يا جماعه الحاجه بقت غاليه جدا، والاكل لما يبقى يعني ايه بيبقى يعني ايه في الحدود الكويسه بيخلص بسرعه، يبقى احسن حاجه ايه ما تبقاش كتير. وعندي هنا حاطه طبعا فلفل اسود وكمون وكزبره وملح وبصل باودر وثوم باودر عشان ايه يبقى تمام. في تكه حلوه قوي قوي انا بحبها في المحشي، بحط حبه زيت عشان يفلفل بيخلي الرز مفلفل بيحلي الرز بيخليه مفلفل. كله مع بعض كده. طبعا انا مجهزه كله نوع واحد بس من المحشي يتاكل ويخلص. هعمل ايه؟ مره كرنب، مره ورق عنب، مره كوسه وبتنجان كده يعني. والشوربه نفس القصه برضو، حسب ما يقعد عندك الاكل، يقعد يومين يقعد 3 ايام. اصل محدش هيطبخ كل يوم في رمضان يعني انا مش هطبخ الا لما الاكل يخلص. انا عندي اهو عملت الخلطه كلها اهي
اهي. حمرا وجميله ما شاء الله عليها. وهقعد احشي بقى. بص بقت قمر قمر قمر. اهي. بص الزيت اديله لمعه، اديله لمعه جميله قوي ازاي. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. يلا هنقعد نحشي بقى مع بعضينا. هي نفس الحله اللي انا عامله فيها التسبيكه بتاعت المحشي هي اللي هحشيها، بس انا هعمل ايه بقى؟ هجيب حله احط فيها اللي هو ايه، اللي هو التسبيكه عشان اشيلها زي ما قلت لحضراتكم. انا بشيلها في التلاجة ما بحصلهاش اي حاجه، او في الفريزر لمره تانيه لو في كده اعمل محشي مره تانيه ولا حاجه بتنفعني بصراحه. مش بعمل بالطلب بصراحه، بعملها وبركنها، وساعات بركنها في الفريزر ما بيحصلهاش اي حاجه. بس اهي اهي تمام. وهي نفس الحله اهي اللي عامله فيها التسبيكه. احط فيها ايه؟ انا برص ايه بقى، بحط ايه حبه عروش من تحت. بس على فكره العروش البيضه دي انا بخللها، يعني الصغننه الجميله دي بخللها تبقى جميله قوي. احط كده ارص كده بحيث ان هي ايه، عشان الحله نفسها اهي بحط الغامقه اهي. وهنحشي بقى ونشوف اهو يا حبايب قلبي. فطرنا اول يوم. شوربه الطماطم جميله جدا اهي، والمحشي، وحطيت اللحمه في طاجن. وكل سنه وانتم طيبين، وملوخيه خضراء وسلطه، وكل سنه وانتم طيبين. وده كان اول يوم فطرنا النهارده، كل سنه وانتم طيبين. يلا تعالوا افطروا معانا. وبلح وبليت بلح برده والحاجات دي. وبصوا كل سنه وانتم طيبين، الا التمر بقى، اهم حاجه التمر. واللحمه حطيتها في طاجن، وملوخيه خضراء. شوربه الطماطم دي مش عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا يعني. كل سنه وانتم طيبين، يعدي عليكم وعلينا بخير يا رب. تعالوا افطروا معانا. يلا سلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.